السلام عليكم ورحمة الله. في عالم سريع مليان ضوضاء ومليان تكنولوجيا، في حاجة بتحصل حوالينا كل يوم من غير ما ناخد بالنا: السرقة. مش بس سرقة الفلوس، لأ، سرقة الهوية، سرقة البيانات، سرقة الوقت، وسرقة حياتك الرقمية بالكامل. مرحبا بكم في قناة الفضول والمعرفة. لو دي أول مرة تشوفنا، ما تنساش تشترك وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ويلا نبدأ الرحلة المخيفة، رحلة كيف تتم سرقتك وأنت جالس في مكانك. خليني أحكي لك قصة. واحد اسمه أحمد فتح موبايله الصبح، لقى رسالة: تم سحب 12,000 جنيه من حسابك. أحمد اتصدم. هو ما خرجش البطاقة، ما ديش الرقم لحد، لكن في غلطة واحدة عملها قبل يومين. دخل على موقع شكله حلو، بيقول يقدم عروض خصومات مجنونة. سجل بياناته، ومن هنا بدأت الكارثة. الإحصائيات في 2025 مرعبة. الباحثين في أمريكا أكدوا إن سرقة الهوية زادت بنسبة هائلة السنة دي. خد بالك، مش في أمريكا بس، ده في العالم كله، لأن المجرمين مش بيستخدموا سكينة ومسدس، بيستخدموا موبايل، كيبورد، وخدعة صغيرة تخليك تسلم حياتك بإيدك. أول نوع من السرقة، السرقة التقليدية اللي في الشارع، اللي بنشوفها كل يوم، لكن اللي الناس مش واخدة بالها منه إنها بقت أذكى. الحرامي مش لازم يكون واقف وراك. الحرامي ممكن يبقى جنبك في مواصلة أو في مول، أو حتى بيعدي جنبك ويسحب تلفونك أو محفظتك في 3 ثواني بس. لكن النوع الأخطر هو سرقة الهوية. تخيل حد يعرف اسمك، معرفك، تاريخ ميلادك، وإيميلك، وبعدين يبدأ يدخل حساباتك واحدة واحدة: حساب البنك، فودافون كاش، حسابات السوشيال، يتواصل مع أصحابك، يطلب منهم فلوس باسمك، وإنت مش واخد بالك إلا لما تلاقي حياتك كلها اتدمرت. والأسوأ إن 70% من الناس حول العالم بيقولوا إن حماية بياناتهم الرقمية أصعب من حماية بيتهم الحقيقي، وده كلام شركات عالمية مختصة بالأمان الرقمي. طيب، هل الموضوع بعيد عنك؟ للأسف لأ. كل مرة بتزور موقع مش معروف، كل مرة بتضغط على لينك جالك في رسالة، كل مرة تحط نفس كلمة السر في أكتر من مكان، انت كده بتفتح الباب بنفسك. المجرمين مش عشوائيين، دي مش مصادفة، دي عصابات منظمة عندها أدوات حديثة، برامج، تقنيات تستهدف آلاف الناس في نفس الوقت. طيب، إزاي تحمي نفسك؟ أول حاجة، ما تثقش في أي رسالة فيها عروض خيالية، أو اضغط هنا تربح، أو فري، 90% منها نصب. تاني حاجة، ما تفتحش لينكات مجهولة جاتلك على واتساب أو ماسنجر، اللينك ده ممكن يسحب كل حاجة في موبايلك. تالت حاجة، ما تستخدمش كلمة سر واحدة، غيرها وخليها قوية، حروف كبيرة وصغيرة وأرقام ورموز. رابع حاجة، فعل المصادقة الثنائية، الخيار ده بيمنع أي حد يدخل حسابك حتى لو معاه كلمة السر. خامس حاجة، راجع حساباتك كل أسبوع، لو لقيت حاجة مش طبيعية اتصرف فوراً. سادس حاجة، لما تخرج ما تطلعش موبايلك الغالي في مكان خطر، وخليك واعي بالناس اللي حواليك. لكن أهم نصيحة، اسأل نفسك سؤال: ليه حياتك الرقمية مفتوحة للناس؟ وليه بتسجل بياناتك في أي موقع؟ وليه بتصدق الرسائل اللي بتجيلك؟ لو جاوبت هتعرف إزاي تحمي نفسك. في النهاية، السرقة مش لازم تكون صدمة، ممكن تكون لحظة إهمال، لحظة تسرع، لحظة ثقة في مكان غلط. احمي نفسك، احمي بياناتك، واحمي وقتك، لأن اللي يضيع دول بيضيع عمره كله. ولو عندك تجربة مع السرقة، اكتبها في التعليقات، ممكن تنقذ حد غيرك. شكرا لمشاهدتك، نشوفكم في فيديو جديد من قناة الفضول.